لو جبنا حته الخشبه دي وغرزناها في الرمله اللي قدامنا دي كده هتنزل بمنتهى السهوله، مفيش فيها مشكله. طب لو جبنا نفس حته الخشبه او خشبه زيها كده وعملنا لها قاعده من تحت تكبر مساحه مقطعها شويه وجينا غرزناها في الرمل، هتنزل بس محتاجه قوه اكبر شويه من الخشبه الاولانيه. طب لو جبنا برضو نفس حته الخشبه وعملنا لها قاعده ضعف القاعده اللي كانت في الخشبه اللي قبل منها وجينا غرزناها في الرمله دي كده، هتنزل بس محتاجه قوه ضعف القوه اللي اتعملت على الخشبه اللي قبلها. وده طبعا لقاعده بسيطه ان الضغط بيساوي القوه على المساحه، ملناش دعوه بالمعادلات دلوقتي. طب لو احنا جبنا واحده القاعده بتاعتها كبيره قوي كده ورحنا جينا ضغطت عليها بالمنظر ده، انا فعلا مش قادر انزلها. بيوتنا كلها فيها اعمده، العمود ده بيكون شايل من وزن المنشأ. قيمة الوزن ده المفروض تتحدد بشكل دقيق جدا من خلال تحليل إنشائي بيتعمل للمنشأ، لأن العمود اللي على الطرف غير العمود اللي في الوسط غير العمود اللي هنا، كل عمود شايل وزن معين من المنشأ. والوزن ده لما بنقدر نجيبه ونحط له معامل أمان كويس نقدر بناء عليه نحدد مساحة القاعدة المناسبة اللي تخليه بالبلدي كده ما يغرزش في التربة اللي تحت، بالأخص إن التربة اللي تحت دي أصلا ليها مواصفات. ممكن التربة الرملية تشيل وزن أكتر من الطينية، والصخرية ليها مواصفات تانية. كل تربة تقدر تشيل وزن معين على مساحه معينه. ممكن نلجا ان احنا نعمل خوازيق لان مساحه التربه السطحيه مش قادره تشيل المنشأ او محتاجه قواعد كبيره جدا عشان تقدر تشيله، او لا تصلح اصلا ان يتعمل عليها قواعد. لذلك ما تستعجبش لما تلاقي في عماره مايله على العماره اللي جنبها، او احنا كشركه انشاء وتشطيبات نلاقي نسبه مش قليله من الشقق اللي بنعمل لها تشطيب فيها الشروخ هبوط. شرخ الهبوط بيكون نتيجة ان المنشأ حصل له هبوط غير متكافئ، جزء منه هبط بمعدل اكتر من الجزء الثاني فحصل شروخ في اتجاه الهبوط ده. المفروض المنشأ كله يهبط بشكل متكافئ وبنسبة معينة. نسبة كبيرة جدا من المشاكل الإنشائية اللي بنعمل لها معاينات بتكون نتيجة أخطاء في تصميم الأساسات، أو إن التربة أصلا ما تاخدتش في الاعتبار، أو إن إحنا اعتبرنا إن التربة دي زي التربة دي. وعايز أقول لكم إن مش ببالغ لو قلت لكم إن في ناس بلاقيها عاملة القواعد بتاعة المنشأ كلها بنفس المساحة، على الرغم اختلاف ان الاوزان اللي جايه من الاعمده، وده ممكن يخليه يعمل مساحات كبيره قوي عشان يامن نفسه، وده حاجه غير اقتصاديه. الفيديوهات دي انا بعملها لغير المتخصصين، مش علشان ان هم يعملوا الموضوع بنفسهم، اكتر من ان انا عايزهم يدركوا اهميه الموضوع فياخدوا بالهم منه. شكرا.